ما تيجوا النهارده نعمل فراخ دايبه بصوص تحفه. وعملت جنبهم شويه رز بسمتي كده بالخضار، مغذي ومفيد جدا للاطفال بقى اللي ما بتاكلش الخضار. بس حاجه كده خطيره. بس قبل ما ابدا ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. هستناكم كلكم تشرفوني وتنوروني وتتابعوني بقى. في الاول كده هبدا اتبل الفراخ. عندي هنا نزلت بمعلقتين صلصه، وحطيت عليهم فصين توم مهروسين. حطيت كمان نص معلقه بابريكا، ربع معلقه توم باودر، وربع معلقه بصل باودر. هحط كمان كده ربع معلقه روزماري مطحون، وهحط ربع معلقه فلفل اسود. نزلت كمان عليهم بشويه بقدونس كده قطعته حتت صغيره خالص. حطيت كمان معلقه دبس رمان كبيره، وحطيت الملح بقى حسب الرغبه. نزلت كمان بمعلقتين زيت كده عشان بس يخلوا الخليط اعرف اقلبه ويدوا لمعه للفراخ برضو. انا بقى هنا استخدمت وراك، كل واحد يستخدم اللي هو عايزه، بس الوصفه دي في الوراك تحفه. انا هنا الوراك كانت عندي كبيره فقطعتها شويه. بس هقلبها كده بقى في التتبيله دي، وادخلها كده في اللحم ومن تحت الجلد. كنت شقه الدبوس برضو عشان يوصل له التتبيله لحد جوه. بس كده على النار بقى هروح كده في صينيه هحط فيها معلقه سمنه وشويه زيت، والطاسه تكون سخنه. هنزل بقى عليهم بالفراخ من ناحيه الجلد، تتشوح كده على نار عاليه عشان ما تنزلش الميه بتاعتها وتحتفظ بالعصاره. لما تتحمر بقى هقلبها على الجنب التاني. هتاخد بتاع 3-4 دقايق على الجنب الاولاني و3-4 دقايق على الجنب التاني. هطلعها بقى كده في طبق، وهنزل بعد كده في نفس الطاسة بشوية بصل مقطعاه شرايح رفيعة. هشوحهم بقى كده شوية لحد ما يدبلوا. مش هحمره، هخليه يدبل بس شوية. ياخد بقى من كل البهاريز اللي نزلت بتاعة الفراخ دي. هنزل كمان عليه كده بشوية فلفل احمر، انا كنت حطاهم في الفريزر. هديهم بقى تقليبة كده مع بعض لحد ما يتبلوا شوية، وبعدين هرجع عليهم الفراخ تاني. نزل كمان شوية الصوص اللي نزلوا منهم دول، وهحط عليهم كده شوية مية مدوبة فيهم نص معلقة مرقة فورية، وممكن مرقة دجاج. بس هغطيهم بقى واسيبهم على نار كده متوسطة لحد ما يستوي. عشان نعمل بقى الرز البسمتي، جبت كده معلقة سمنة، شوية زيت. هنزل عليهم ببصلاية مبشورة، اديها كده تشويحة بس لحد ما تدبل شوية. وبعدين هنزل عليهم شوية بسلة على جزر، يتشوحوا بقى كلهم مع بعض كده لحد ما البسلة والجزر يدخلوا في السوا. بعدين هنزل عليهم كوباية رز بسمتي منقوعة قبلها بنص ساعة. هحط كمان بقى شوية قرفة، وشوية مرقة فورية، وشوية بهارات رز بسمتي. واحط كده واحدتين من القرنفل، و2 ورقة لورا، وواحدة لومي، و2 حبهان. واديهم بقى تشويحة مع بعض كده عشان يطلع مفلفل. وهنزل بالملح. والرز البسمتي بياخد مية اكتر من الرز العادي، يعني كوباية الرز البسمتي هتاخد 1.5 كوباية من المية. هديهم بقى تقليبة كده، واسيبهم بقى على النار لحد ما يغلوا. بعدين هغطي واوطي النار زي الشمعة. بس ده بقى شكله بعد ما استوى طالع مفلفل وتحفة ومغذي قوي. وادي كمان الفراخ استوت، هرش عليها كده رشة بقدونس.
طالعه بقى دايبه والطعم تحفه. شويه الصوص دول اصلا يتاكلوا لوحدهم حاف. حلوه قوي، جربوها هتعجبكم ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب. استنوني هعمل فيديوهات تانية كتير. وبس كده، باي.